قاعدة النهاردة بشوف النهاردة كام في الشهر، لقيت النهاردة يوم 18، فعرفت ان فاضل 12 يوم على اخر الشهر. طيب عايزين نمشي اخر الشهر بال 12 يوم، عايزة اشوف معايا كام عشان اقدر امشي بيهم الشهر. تعالي مع بعض النهاردة، الفيديو جميل جدا جدا جدا، هتمشي ال 12 يوم وهتعملي منهم فطار وغدا وعشاء بأقل تكلفة، بأقل كمان من 500 جنيه بس. خليكي معايا. بس قبل ما ابتدي الفيديو احب اعرفك بنفسي وان انا اسمي سيدة حسن، دي قناتي بتخص التدبير والتوفير، واحب اقول لكم ان انتوا وحشتوني جدا 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 جدا. بصراحة انا بقالي كتير ما نزلتش فيديوهات، واول ما جات لي الفكره النهارده قلت والله لا اعرضها، لان انا متعوده معاكم ان انا اعرض الافكار بتاعتي الجميله اللي بتنفعكم، وما بحبش اقول لكم فكره غير التانية. يعني كل الفيديوهات اللي عندي افكارها كلها مختلفه، كل فيديو مختلف عن التاني. انا اسفه انا قلت مختلفه، هي متشابهه. مش بحب انزل لكم فيديوهات شبه بعض، بحب انزل لكم كل فكره مختصه بنفسها. تعالي بقى نشوف مع بعض. جبت البوكي بتاعي النهارده وقلت بقى عد معايا كام. بصوا انا هقول لكم على حاجه، الفلوس دي انا محوشاها بالمصروف عشان اعرف ان انا طبعا احنا مش ما عندناش مرتب للاسف يعني احنا مش موظفين ولا حاجه، فكل يوم باخد مصروفي وبحوش اللي بحوشه وبصرف اللي بصرفه. تعالوا بقى ال 12 يوم دول انا معايا كام عشان اوفر وادبر. هقول لكم بقى على افكار والله بجد، بس بقى انا عايزه بصوا اللايكات كده ايه تبقى كتير 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 للفيديو ده. تعالوا مع بعض نشوف. بس الاول بسم الله، البوك بتاعي هو صغنون معايا اللي انا بحوش فيه، وتعالوا نعد مع بعض. ادي كده 100 200 ادي 300 400 500. طب ال 500 جنيه دول هقدر ان انا ماشي بيهم ال 12 يوم؟ ان شاء الله هقدر امشي. احنا اسره مكونه من 4 افراد زي ما انتوا عارفين، هقدر امشي بيهم فطار وغدا. هقولك على بصي كل حاجه في الفيديو ده يعتبر كده كنز بالنسبه لك. شوفي الفيديوهات اللي قبله كمان هتبقى كنز ليكي، وما تنسيش تشتركي وتفعلي الجرس. تعالي بقى قلتي هقولك على سر ال 500 جنيه دول. اول حاجه طبعا احنا طالعين من العيد الكبير، واحنا كنا شاريين مع بعض اللحمه المفرومه واللحمه اللي احنا قلنا عليها، وشلناها في الاكياس بتاعتنا وقسمناها عشان ناخد منها. يبقى انا كده مش هقدر اشتري لحوم، بس طبعا الولاد مش هينفع كده، مش كل يوم هياكلوا لحمه، عايزين ندخل برضو البانيه والحاجات دي. تعالي مع بعض هقولك ال 12 يوم هنحسبهم ازاي. اول حاجه احنا هنرقم ال 12 يوم. عايزه بقى تكتبي ثابته حد 2 3 براحتك اللي انت عايزاه، بس انا رقمتهم 1 2 عشان اوصل ليوم 12. اول يوم هنعمل مكرونه بالبشاميل. احنا مش هنحرم الولاد من كل حاجه، بس هقولك على حاجه، انا بالعاده بعمل نص مكرونه، الفكرة دي بقى مش هنعمل نص وبس، لا انا هعمل كيلو على صينيتين. صينية هنتغدى بيها النهاردة، وصينية هعملها واشيلها زي ما هي في التلاجة واطلعها بكرة واسويها. يعني هعمل اكل يومين في ايه. يعني مثلا النهارده خلاص عملت الاكل، بكره بقى هشيل في التلاجة لبكره. يبقى انت كده كمان هتوفري ان انت مش هتقفي ولا تستخدمي غاز كتير ولا تقفي في المطبخ كتير. طب هعمل مكرونه بالبشاميل ازاي؟ هعملها زي ما احنا بنعملها، بس انا بصراحه مش بحط في البشاميل جبنه ولا حاجه، يعني اللي انت عايزه تحطي حطي. انا عندي لحمه مفرومه، فانا مش هتكلف غير كام؟ غير 25 جنيه المكرونه، كيلو المكرونه، و30 جنيه كيلو اللبن، و5 جنيه البيضه اللي بحطها على الوش. انت عايزه تجيبي موتزاريلا براحتك، عندك جبنه براحتك، اللي انت عايزاه اعملي فيها. بس دي المكرونه اللي انا بعملها في البيت وبتبقى زي الفل. يبقى كده مجموع اللي عندي، طبعا اللحمه المفرومه هي موجوده عندي في البيت لان احنا جايبينها ملايين، فكده يبقى احنا اتكلفنا اليومين بس 60 جنيه. يعني انا هاكل اول يوم وتاني يوم مكرونه بالبشاميل بس. يعني انا زي ما انا بقولك كده، ما تحطيش على الوش البيضه، انت اعمليها زي ما هي وحطي عليها البشاميل من فوق. عايزه يا ستي تسويها وتخليها لتاني يوم تبقي تحطيها في الفرن وتسخنيها براحتك، اللي انت شايفاه اعمليه. الحاجه دي بايديكي انت. خلاص. طيب تالت يوم بقى، ما احنا خلاص قضينا اول يوم وتاني يوم. تالت يوم هعمل باميه. طبعا الطبيخ بيوفر معانا جدا، لانك انت ممكن ايه تشيلي تاني يوم. هجيب كيلو باميه، في الباميه ب50 وفي ب60 وفي ب70، بس انا بجيب ام 50 بصراحه. وهنقول 10 طماطم يا ستي، واللحمه عندنا في البيت. عايزه تحطي رز معاهم، انا عندي الرز. انت عايزه تجيبي رز ب30 جنيه براحتك، عايزه ما تعمليش رز وتغمسوها بالعيش واللحمه موجوده عندنا، يبقى خلاص، يبقى فضل ونعمه من عند ربنا، والحمد لله على كل ايه لقمه موجوده في البيت.
طيب يبقى كده انا هتكلف 50 كيلو الباميه و10 جنيه الصلصه او الطماطم اللي انا هحطها فيها، ادي كده 60 جنيه. ده لو انا مش هجيب اللحمه، لو هجيب اللحمه هضيف 75 جنيه على المصروف ده. طيب هعمل بقى صينيه بطاطس، يا اما بطاطس باللحمه المفرومه، وكلنا عارفين الطريقه ان احنا بنجيب البطاطس الصغننه دي ونقورها ونعملها باللحمه المفرومه وبتبقى جميله جدا 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 بالعصاج كده وحلوه. يا اما هتجيبي ربع صدق. خلاص هتعمليها طبعا، هتشيلي من الصدق واحدتين عشان هقولك هنعمل بيه ايه بعد كده. هتقطعي يا ستي الصدق ده وهتعملي بيه صينيه البطاطس، بس هتعملي صينيه بطاطس كبيره عشان تقضيكي يومين، يعني اول يوم وتاني يوم. عايزه تعملي رز جنبهم، عايزه مش عايزه تعملي رز براحتك بالعيش وزي الفل. طيب برضو لو هعمل بطاطس باللحمه المفرومه براحتك برضو، يعني انت عندك هنا رأيين، ممكن تعملي اللي انت حابيه. انا بقولك فكرتين، وده برضو هيوفر معانا. لو انت هتجيبي ربع صدق يبقى ب50، لو عندك البطاطس واللحمه في البيت فانت هتتكلفي 20 جنيه بالصلصه بالحاجه بتاعتك. طيب عايزه اجيب بقى، هغير للعيال بقى، ما انا مش كل شويه هاكلهم لحمه وكده. هنجيب ربع بانيه، ربع البانيه انا جايباه ب55، بس انا كاتبه هنا 60 لان في حتت بتبيعها ب60. طيب وهنجيب ب10 جنيه اللي هو الكريسبي من عند العطار، وهتجيبي بيضه. والطريقه عندك في القناه بالبطاطس، والله بصي طريقه روعه الروعه، وهتطلع لك بقى 4 اطباق فوق الكبار. والطريقه موجوده ان شاء الله، ربنا بس افتكر واحط لك اللينك بتاع الفيديو. طيب هنعمل ربع الناجتس ده، هتقولي التكلفه كلها 75 جنيه، هيكفينا كام يوم؟ بصوا انا حاطه ادي 1 ادي 2 ادي 3 ايام. طيب اليوم الثامن هعمل فول بالصلصه بالصدق. انا قلت لك شيلي واحدتين صدق وبرده الفول بالصلصه ده عفوا انا شرقت معلش. الفول بالصلصه ده عاملاهولك على القناه، ممكن تعمليه من غير صدق واكله جميله وتحمري جنبه بطاطس، وده هيبقى يوم كده. وراه ناجتس برده، الناجتس عايزه تعملي جنبه مكرونه اعملي، مش عايزه تعملي جنبه مكرونه عايزين تاكلوه بالعيش براحتك برده اللي انت عاوزاه. بعد كده هنعمل برضو صينيه مسقعه كبيره. لو انت عندك اللحمه المفرومه في البيت زي حالاتي خلاص مش هنجيب لحمه، هنتكلف بس ب5 جنيه كيلو بدنجان. او لو عايزه تكتري عشان تاكلي تاني يوم براحتك برضو، هاتي 2 كيلو او حاجه وما تقلوهوش، يعني يا دوبك ترشيه زيت كده وتحطيه في الفرن هيتحمر معاكي، هتطلعيه وهتعملي بيه صينيه المسقعه وهيبقى جميل جدا. هتتكلف 65 جنيه وبرضو هنقضي بيهم يومين. طيب الناجتس في اليوم الاخير. طب انا بقى بكل التكلفه اللي انا قلتها لك دي هتقضيني كام؟ هيقضيني 300 جنيه اللي انا كلمتك فيه ده، بالظبط 300 جنيه. واحسبيها كده مع نفسك، واحسبي الاسعار اللي انا قايلها لك، ونفس الاسعار دي موجوده، انا بقول لك من الاسعار اللي في السوق اللي انا كل يوم بروح وبشوف. خلاص طيب 300 جنيه. طب يا سوسو احنا هنعمل ايه بال 300 جنيه دول؟ يعني هيكفونا بس غدا؟ ايوه طب بس انتي قلتلنا على فطار والعشاء. طيب هقولك بقى على 200 جنيه هنعمل بيهم ايه. 200 جنيه بصوا يا حبايبي، لو وصلتي بقى لغايه هنا بالله عليكي ما تنسي اللايك والاشتراك في القناه، لان انا اليومين اللي فاتوا بجد كنت هقفل القناه دي لاني تعبت والله من كتر الافكار اللي انا بقولها لكم وبلاقيها على قنوات تانية وسبحان الله انتوا بتتفاعلوا على القنوات التانية وما بتتفاعلوش على قناتي، مش عارفه ليه يا ربي، اعمل لكم ايه اكتر من كده لا والله من غير لايك ولا حاجه، انتوا عارفين ان انا بحب اهزر معاكم يا قطتي، ويا رب دايما تكونوا بصحه وبخير. انا بس لما بتجيلي الفكره اللي انا هعملها في فيديو همشي عليها بقولها لكم عشان انتوا ان شاء الله باذن الله تمشوا عليها. طيب انا كده صرفت 300 جنيه ماشي يا قطتي. طب هعمل ايه بقى؟ ال 200 جنيه بتوعي الباقي، اول حاجه كرتونه البيض ب 125 جنيه. خلاص هنجيب كرتونه. خلاص معكيش ان انتي تجيبي كرتونه وعايزه توفري يا ستي وتجيبي 10 بيضات او 20 بيضه، ال10 بيضات ب45 جنيه انا جايباهم. عايزه تجيبي بس والله هي ما انت هتجيبي ال20 ب95 جنيه، فكرتونه البيض اوفر ب125. هتجيبي كرتونه فيها 30 بيضه، ممكن كمان لو حابه تعملي يوم كشري وتسلقي بيض وكده هينفع معاكي البيض ده. صدقيني والله كل حاجه في البيت بتنفع، مفيش حاجه يعني ما بتنفعش. بصي بقى يا حبيبتي هتقومي عامله ايه؟ هتجيبي كرتونه بيض لان البيض مفيد جدا لاولادنا، خلي بالكوا اهم حاجه للاولاد البيض المسلوق على فكره اهم من اللبن ومن اي حاجه.
طيب هنجيب كرتونة بيض، كمان هنجيب ب20 جنيه كيلو دقيق. طب كيلو الدقيق ده هعمل بيه ايه؟ هعمل بيه قرص، هعمل بيه باتيه، كل ده موجود عندكم في القناه. والله بجد كيلو الدقيق ده مع كوبايه ميه مع نص كوبايه زيت مع كيس خميره، وهتحطيهم تدوبيهم مع بعض، وبعدين تحطي عليهم الدقيق وتسيبيها شويه تخمر العجينه، هيبقى عندك احلى عجينه قطنيه. انا كنت عاملاها قبل كده في القناه كذا مره. هتعملي منها باتيه، وهتعملي منها كرواسون، وهتعملي منها المولتو، اي حاجه انت متخيلها هتطلع من العجينه دي. وهتعملي كده كام حاجه كده الصبح عشان تفطري بيها. كيلو الدقيق ده هيعملك كميه كبيره لو عملتيها باتيه، او هتعملي كيلو الدقيق هيطلع معاكي كميه كبيره من القرص. كل يوم بقى تفطروا بشويه شاي بلبن وقرص. هنجيب ايه تاني؟ هنجيب ب10 جنيه بليله. وطبعا دايما على فكره انا بقول لكم على البليله، لان البليله مفيده جدا جدا للعظم. وبصوا يعني هقول لكم ايه، حاولوا تدخلوها لاولادكم في الاكل كتير. وطبعا مع نص لبن بقى. وهتعملي بقى ايه، يعني مثلا لو زهقتوا من الفطار والفول والحاجات دي، والجبنه القريش اللي انا قلت عليها، و40 جنيه جبنه قريش، طبعا هتعملي منها كده طبق حلو وتسيبيه في التلاجة لما تجوعوا، سندوتشات للولاد مع بطاطس محمره، وهيبقى زي الفل. طبعا يا رب الفيديو يكون عجبكم، يا رب دايما كده تكونوا بصحة وبخير، يا رب الافكار بتاعتي تكون عجباكم. ومتنسوش بقى اللايك والاشتراك بالله عليكم وتفعيل الجرس. دايما نفسي كده اشوفكم يا رب بخير وبسعادة. كنت حابة اقول لكم على فيديوهات لو عايزين، يعني لو حابين، يعني انا بحب ان انا اطلع دردش معاكم، فكنت عايزة نعمل فيديوهات لحد عايز اسئلة، او تعليق في التعليقات اللي بتجيلي. لو حد عنده مشكلة ولا حاجة وعايزين نحلها، ممكن نعمل يوم الجمعة يبقى بس مباشر للافكار دي والحاجات دي. لو بجد عايزين الفيديوهات دي او فيديوهات دينية شوية نعرف ولادنا فيها حاجات يعني عن ديننا وكده، اكتبوا لي في التعليقات ان شاء الله باذن الله، ونبقى نطلع بس. شوفوا الايام اللي انتوا عايزينها، يوم الجمعه او حاجه، وان شاء الله باذن الله نعمل بث مباشر عشان نتكلم مع بعضينا كده وجها لوجه زي ما بيقولوا. بحبكم واشوفكم فيديو جديد. يا رب فيديو النهارده يكون عجبكم ان شاء الله باذن الله هيعجبكم. وما تنسوش اللايك والاشتراك في القناه. كان معاكم اختكم السيده حسن، مع السلامه.